يلا بينا النهاردة نعمل لولادنا الدوناتس اللي احنا متعودين عليه، بس هنعمله بطريقة جميلة وبأشكال حلوة، وكمان نقدر ان احنا نحشيه بالجبنة لولادنا، او تقدري تحشيه بالكاستر او بالشوكولاتة زي ما انت عايزة. العجينة معانا طرية جدا وهشة زي ما انت شايفة ومش شاربة زيت، وهتعجب ولادك جدا، وهنعمل لهم اشكال تخليهم ان هم يبقوا عايزين تملي ان انت تعملي لهم الدوناتس. وممكن كمان تحشيه بالجبنة زي ما قلتلك، وممكن تعمليه بالشوكولاتة من على الوش او بالحشوة من جوه هي والكراميل. ويلا بينا مع بعض نشوفوا مقاديرنا هتبقى ايه. مقاديرنا عبارة عن كيلو من الدقيق، ومعانا 3 بيضات، و3 معالق من السكر، وربع معلقة صغيرة من الملح، ومعانا كيس الخميرة الفورية. هناخد الحاجة اللي احنا هنعجن فيها. معايا كوباية مية كبيرة، هبتدي ان انا احطها واحط السكر والخميرة واقلب كده، وابتدي بعد كده احط المقادير مع بعض. احط بعد كده الدقيق والبيض، واعجن العجينة لحد ما تكون طرية معايا. هي طبعا مش هتكتفي بكوباية المية دي بس، لا انا هكمل لها لسه مية تاني. واخر حاجة بحطها هي ربع معلقة السكر دي، اللي انا بحطها في الاخر خالص بعد ما بضرب العجينة، سواء انت هتعجنيها بايدك او بعجين. بتوصلي العجينة انها تبقى طرية زي ما انت شايفة كده. بعد كده ببتدي اخد جزء من العجينة وافردها زي ما انت شايفة، واجيب بقى قطاعة او كوباية زي ما انت عايزة، الحاجة اللي تكون متوفرة عندك، وتقطعي القطاعات دي، تعمليها الشكل الدايرة بتاعت الدوناتس اللي احنا عارفينها. وبحط دقيق في الصاج وبسيبها، يعني بحط كمية دقيق كويسة في الصاج عشان لما تيجي تتخمر واشيلها ما تهبطش معايا. بعد كده هنعمل مع بعض شكل تاني. هاخد برضو جزء من العجينة وابتدي ان انا افرده. العجينة دي انا هفردها تكون مستطيلة، تكون طويلة، علشان اطلع منها الشكل بتاع الكرواسون اللي ولادنا عارفينه وبيحبوه طبعا. بعد ما بساوي العجينة زي ما انت شايفة كده، بجيب بقى معايا السكينة وابتدي اساوي الحروف. هقطع الحرف من هنا ومن هنا، وابتدي ان انا اقسمها مثلثات زي ما انت شايفة كده. المثلث اللي انا هعمله ده انت تقدري ان انت تحطي له جبنة فيها، بس هتقفلي المثلث حلو قوي عشان وانت بتقلي الجبنة ما تخرجش منه. حابة تعمليها فاضية بتعمليها فاضية، وبعد ما بتطلع وتبرد انتي تقدري تحشيها بالحشوات اللي قلتلك عليها. تقدري تحشيها بالكريمة، بالجبنة، بالكاستر، بالشوكولاتة، زي ما انتي عايزة. وبيتلف كده معانا الكرواسون، وبحطه برضو في الصاج علشان يخمر معايا. وابتدي اجيب جزء تاني من العجينة عشان اعمل شكل تاني. طبعا الاشكال دي بتاعتك انت، تقدري ان انت تعملي لهم الاشكال اللي هم حابينها عشان تجذبيهم للحاجة اللي انت عاملاها. فردت دلوقتي انا العجينة هقسمها نصين. هاخد نص منها وابتدي ان انا اسوي الاطراف بتاعتها. وبعد ما بسويها كويس قوي بقى كده، ببتدي ان انا الف الجزء بتاعها، بلفه كده، بعمله رول. وما بجيش طبعا للاخر، ما بلفش للاخر عشان بقية العجينة ببتدي ان انا اقطعها شرايح زي ما انتي شايفة كده، او شرايط يعني. بعد ما بخلص التقطيعة دي ببتدي ان انا اكمل لف العجينة، بعملها رول كده، وبروح قسماها نصين معايا، وبرضو بسويها وبدخلها برضو على الصاج، واسيبها انها برضو تكمل تخمير مع بقية العجينة. بعد كده هبتدي اخد برضو شكل تاني، اخد عجينة برضو افردها واعمل منها شكل تاني. هبتدي اعمل الدواير دي برضو زي ما انتي شايفة، بس طبعا الدايرة دي انا هعمل لها شكل برضو، مش هسيبها كده. هاخد بعد كده بقية العجينة، بعد التقطيع بتاعتها دي بركنها على جنب، وباخد واحدة من الدايرة دي واجيب سكينة وابتدي ان انا اقطع الاطراف بتاعتها. مش بدخل بالسكينة لجوه، يا دوبك بس كده الطرف بتاعها بقطعه كده، بتبقى شكل الوردة معايا.
وباخدها لو انتي حابة تسيبيها كده تسيبيها، بس انا عشان تديني شكل حلو كده ضغطت على كل مثلث صغير كده عشان يديني منظر. وبعد كده بحطها في الصاج تكمل تخمير. بدخل بقى الصاجات بتاعتي دي في مكان دافي عشان تتخمر حلو قوي. عبال بقى ما بتتخمر كده بكون بحضر بقى الصوصات اللي انا هحطها على الوش. بعمل بقى كراميل، بجيب معايا حاجة، كسرولة، حلة، طاسة، اللي انتي عايزاه. بحط فيه كوباية من السكر، ونفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السكر دي هعاير بيها كوباية لبن، وبحط فيها معلقتين من الدقيق او معلقتين من النشا، يعني اللي متوفر عندك. كده السكر بيبتدي يتكرمل معايا. انا بشوفه كل شويه عشان ما يتحرقش معايا، لان السكر لو اتكرمل زياده عن اللزوم واللون بتاعه بقى غامق هتلاقيه مرر معاكي، مش هتعرفي تعالجيه. انا دلوقتي الكراميل بقى تمام معايا واللون بقى مناسب. جبت كوبايه اللبن اللي انا حطيت فيها معلقتين الدقيق او معلقتين النشا وضفتهم فيها، فبقى بالتقل اللي انت شايفاه ده. وضفت لها بعد كده معلقه صغيره من السمنه، وركنت الكراميل على النار. هبتدي دلوقتي ان انا اعمل صوص الشوكولاته مع بعض. بجيب كوبايه من السكر، ونفس الكوبايه بجيب برضو منها كاكاو غامق، والكاكاو لازم يكون نوعه كويس. ونفس الكوباية بحط برضو فيها نفس مقدار الزيت، وبضرب الكلام ده مع بعضه، وبتبقى معايا صوص الشوكولاتة زي ما انت شايفة كده بالتقل ده واللون الغامق ده. بعد كده بكون محضرة طاسة فيها زيت على النار، والزيت ده انا مش مسخناه جامد، يعني بيكون دافي. ببتدي ان انا اخد واحدة واحدة واحطها في الزيت، وبشيلها كده بخفة معايا، لان انا مش حاطة ورق زبدة علشان اقدر ان انا اخد واحطها في الزيت. انا بشيلها كده بخفة بايدي علشان التخمير ما يخرجش، لان التخمير لو خرج منها هي مش هتقب كده زي ما انت شايفة، هتلاقيها فطسانة ومعجنة من جوه، فخدي بالك من النقطة دي. بعد كده لما بلاقيها ان هي استوت من تحت، ببتدي ان انا اقلبها، وبتتقلب بقى معايا بكل سهولة خلاص. وبتعرفي ان انتي السوا بتاعك كويس وان هي كويسة جدا من جوه لما بتلاقي الحز بتاعها في النص ابيض كده زي ما انتي شايفة. بتعرفي ان هي هتكون العجينة تمام وتكون مستوية معاكي من جوه. وده الشكل بتاعها بعد ما استوت معانا زي ما انتي شايفة كده، شايفة الفراغات اللي فيها وشايفة كمية الطراوة بتاعتها، ومش شاربة زيت زي ما انتي شايفة كده. واللون بتاعها ذهبي، والطعم بتاعها جميل. وزي ما قلتلك لو انتي حابة تعمليها للولاد بالجبنة، هتمسكيها من الجنب وتعملي لها فتحة صغيرة، وممكن بالكيس بتاع الحلواني بتقدري تحشيها من جوه جبنة، وممكن تحشيها شوكولاتة زي ما قلتلك، تحشيها كاستر، تحشيها اي حاجة انتي حباها، سواء حاجة مالحة او حاجة حادقة. وممكن تعملي على الوش زي ما انا عاملة كده صوص الشوكولاتة، بتحطيه عليها من فوق ومعاها صوص الكراميل. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واتمنى ان الفيديو يعجبك. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله اقابلكم في فيديوهات تانية.